النهاردة خلونا نتكلم عن شخصية مهمة في عالم السيارات في مصر، ويعتبر من أكبر الكار كوليكتورز في مصر، سواء عربيات إكزوتكس أو عربيات كلاسيك نادرة. هنتكلم النهاردة عن مستر يحيى رشدان. مستر يحيى رشدان هو واحد من أشهر عشاق العربيات الكلاسيكية في مصر والوطن العربي، ومش العربيات بس، لا، مستر يحيى رشدان بيحب أي حاجة جواها موتور، إذا كان مراكب أو بايكس أو حتى طيارات، وكمان بيحب الصيد جدا ويعتبر هواية من هواياته. بدأ شغفه بالعربيات من مرحلة الطفولة لما قرر يجمع العربيات الصغيرة ويلعب بيهم. أحلامك وانت صغير اللي بتشوفها قدامك في عربية لعبة بتلعب فيها، ولا عربية جاركو اللي بتنزل تواجه خوفك من الضلمة عشان تتفرج عليها كل يوم. والجميل ان الحب ده ملوش سن ولا قاعدة. حب العربيات ده اللي هو اي بني ادم في العالم بيتكلمها ايا كان منين او بيحب ايه. ولو فاكر ان بيجي وقت حب العربيات بتجيب اخره او سقفه، تبقى غلطان. ومن هنا زاد شغفه بالعربيات وتعلم السواقة وهو عنده 8 سنين، انت متخيل؟ وامتلك اول عربية وهو عنده 9 سنين، وكان نوعها سيات، وكان حلمه انه يجيب رانج روفر سبورت في سن ال 18. وكان بيحكي انه هو صغير كان بيحاول يدرفت بعربية يعني 128 كده، واتقلب بيها تحت البيت. تخيل لو انت كنت مكانه كنت هتعمل ايه؟ لا، انا 14 سنة قلب عربية تحت البيت. هي نفس العربية؟ لا، 28 كان عندي 13 14. اتقلبت على جنبها تحت البيت. كنت بتركن يعني ولا؟ لا، كنت بحاول اخمس. ده كان بجد والله. كنت بحاول اخمس. باباك عرف؟ ومن احلى العربيات اللي عند مستر يحيى رشدان هما بورش 911 تيربو اس متعدله، وقوتها بتوصل ل 1000 حصان، وكمان 911 جي تي 3 واللي بتيجي بموتور فلات 6 4000 سي سي تنفس طبيعي، بيطلع 502 حصان و470 نيوتن متر من عزم الدوران. وكمان فيراري اف 430 ولامبورجيني هوراكان ايفو. ولانه بيحب فيلم كارز جدا عنده كورفيت سي 6، ودي يعني اللي بتمثل بري بنزين. وعنده كذا بورشه 911 ودي بتمثل سالي، وحتى عنده العربيه اللي بتمثل ماطم وهي شيفروليه 3800. ومش بس كده، هو مش ناسي محبين البي ام دبليو، لانه يعتبر من اكبر محبين البي ام دبليو في مصر. هو بيمتلك بي ام دبليو ام 6 10 سلندر و850 اي 12 سلندر، وبي ام دبليو زد 8 كوبيه واي 92 ار ار 1 للدريفت. وكمان بيمتلك بي ام دبليو زد 4 ام سبورت اللي طلعت مع مستر احمد الوكيل في فيديو. العربيه دي اسمها بي ام دبليو زد 4 ام، والعربيه دي من كتر ما تجربه سواقتها مختلفه ومتخلفه، بي ام دبليو قرروا ما يعملوش منها تاني. يعني العربيه دي ما فيش منها تاني بيتعمل جديد اللي هو زد 4 ام ده. فتعالوا النهارده اقول لكم على 5 اسباب بيخلوني اشوف ان دي واحده من اصيع تجارب السواقه في تاريخ شركه بي ام دبليو. عربيه معموله للدكوره، للناس اللي هي نازله تسوق وتتحمس، مش نازله تتمرقع. عربيه من النوع اللي تروح رازع اولاني في نتشه الثاني في رميه الثالث تلاقي نفسك رحت رايح بالجنب داخل في الرصيف في الحته اللي هناك دي عند القايم بالجنب كده في الحته دي. معشوقة الجماهير العظيمة بي ام دبليو اي 30 بكل اشكالها بقى، بشكل الفور دورز والكوبيه والستيشن والامباور والالبينا والدريفت وحتى الكونفرتبل. كمان عنده عربية بتعكس التاريخ المصري وهي مرسيدس 560 اس اي ال اللي كانت ضمن اسطول سيارات سيادة الرئيس الراحل حسني مبارك. كمان مستر يحيى رشدان عنده عربية فورد موديل تي موديل 1924 واللي كانت من اسطول عربيات الملك فاروق. العربية دي واحدة من اوائل العربيات اللي دخلت مصر، وبتحكي عن حقبة زمنية مختلفة. ومش بس جامع عربيات، لا، ده مستر يحيى رشدان كمان متسابق محترف وشارك في سباقات كتير، ومن اهمها ريفت اب سبيد تيست، وده سباق بيقيس الاداء والسرعة. وكمان هو مميز في سباقات الدريفت اللي بتحتاج مهارات سواقة عالية جدا. ورغم انه بيحب يحافظ على حياته الشخصية بعيدا عن الشهرة والدوشة، لكنه ظهر في برامج زي دريفن على قناة MBC وعرض فيها جانب عن مجموعته وحكى عن قصصه مع العربيات الكلاسيكية، وده خلاها قدوة لمحبين العربيات، خصوصا للي بيحبوا المجال ده يعني زي كده. الخلاصة، مستر يحيى رشدان نموذج مشرف ومثالي لأي شخص بيحب العربيات، وهو مش بس بيجمع العربيات لكنه بيقدر قيمتها التراثية وبيحول هوايته لشغف بيعيشه يوم بيوم. وانا اتمنى ان القدر يجمعني واتكلم مع حضرتك يا استاذ يحيى رشدان ونصور كونفرزيشن مع بعض. وبس كده، لو الفيديو عجبك دوس لايك وسبسكرايب، وما تنساش تتابعني عشان تشوف كل جديد. سلام عليكم.